دعونا مع فقرة فنية أخرى من الزجل الشعبي لطالبات مدرسة نصار العصافرة، فليتفضلن مشكورات. أمك شو يعني أمي؟ أمي عجوز مقرقعة، أمي مثل هدم مرقعة، تصحى عايشة بزمن غير الزمن، بتقول عني مدلعة، تصحى من صباح الله تقول لي صلي، ولو ما صحيت تنشقني مية مسقعة. يما عطيني حريتي، ما تخنقيني، لا تطلعي لا تنزلي لا تضحكي لا ادرسي، ما تحلي عني، انت مخلوقة بس عشان تقهريني. هذا جلي وهذا شطف، يا بنيتي يما ساعديني، وليش انا ما تخلي اختي او اشتغلي انت وخلصيني. مش بيقولوا الامهات دايما تضحي؟ طب ضحي يلا، اشتغلي يما ولا تشغليني. ماني فاضيلك، فاتي يما بيناديني، مانيش يما لا تحكي، مسلسل الهندي بدل تنسيني. ربي يغفر، لا ما يغضب، ربي يغفر لك، ربي غفار، قلب الأم أبدا ما يكسى حتى لو ولدها جار. نسيتي يما من حملتك جار القلب، بالحمى كنتي ومن فؤادي طلع اللهب. ما تذكرين؟ أني أدري ما يذكرون صغار، النجوم اللي تحكي له قالت كم ليلة نمتي وأني قضيتها سهار. أني ما نقيدك، أني درعك ولا عيبك أنا ستار. أني أمنعك من كل شينة، أمنعك من كل شينة تلحقك بالعار. لا تطلعي لأنه كلام الناس جارح، لأنه كلام الناس جارح والزمن غدار. لا تضحكي يما، لا تضحكي يما، يطمع فيك العدو والعيب كتار. صلي يما أنا خايف عليكي من غضب جبار. قومي ادرسي لأنه درب العلم صعب، بس آخره مرصوف بالأزهار. الهند يما مشرك كافر، واحنا ما نقتدي بكفار. بكرة يما الزمن بيعلمك وبتفهمي انه الام ابدا ما تلتجم بحجار.
ولمسة أمي وتكبر في الطفولة يوما على صدري يوم وتكبر في الطفولة يوما على صدري يوم وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمعي. شكرا لكم وشكرا لجمهورنا الكريم على حسن الاستماع.